الهرم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هرم في منتهى الإثارة عبر التاريخ كله من أوله لحد يومنا هذا. الهرم ده لحد دلوقتي ممكن تشوفه من بعيد انت هتستغرب حالك. أول حاجة الهرم ما يبقاش باين عليه إلا هرم، تبص له كده ممكن تقول ده هرم، لا ده مش هرم. تقول عليه ده برج، لا ما يمشيش برج. تبص عليه كده تقول ده هرم مدرج، ما يمشيش هرم مدرج. طب الهرم ده عبارة عن ايه بقى؟ الهرم ده حاليا في الوضع الحالي هو عبارة عن 3 درجات، بس الجناب بتاعته متساوية قوي، فما تحسش بالوش اللي كان موجود مثلا، وكان بالزاوية بتاعته حادة حبتين، على عكس اللي موجود في الزاوية القائمة اللي كانت موجودة في الهرم المدرج اللي هي كده كده يعني، زي درجات السلم. طيب ده بالنسبة لشكله الحالي. طب قبل كده اتكلم عنه المقريزي، بيتكلم في القرن تقي الدين المقريزي، بيتكلم عنه في القرن ال 12 او ال 15 ميلادية. بيتكلم بيقول عنه ان الهرم ده كان 5 درجات. طيب ده بيتكلم عنه المقريزي من فترة. طيب قبل كده بقى كان ايه؟ نتكلم بقى عن اصحاب النظريتين اقوياء جدا، الاولاني والتاني بالنسبة لنا، وهو العالم بتري والعالم المصري المعروف احمد فخري، زي ما احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. اتكلم عنه الدكتور احمد فخري، قال لك اللي ده كان مكون اساسا من 8 درجات، بس بادئين بمراحل معينه في البناء. مراحل البناء بتاعته اللي هو اتعمل على 3 مراحل. الاولانيه بالنسبه لنا اللي هو كان 7 درجات زي ما بيقولوا، بعد كده ابتدت توسعات شويتين علشان خاطر يعملوا له كسوه بالحجر جير، عشان كده بقى 8 درجات. وكان ساعتها اطول حاجه ممكن تكون ايه انت تشوفها ساعتها. لحد كده ونبتدي الكلام بتاعنا خلص؟ لا ما خلصش قوي. الكسوه كلها انهارت وطار منه 5 درجات واتبقى 3. ده الوضع الحالي اللي احنا فيه. نتكلم بقى عن شويه نقط بقى مهمين كده عشان خاطر الدنيا تبقى ماشيه تمام. الاولانيه بالنسبه لنا الشكل. الشكل بتاعنا اتكلمنا عنه. صاحب الهرم ده الملك سنيفرو. طب اسم الهرم، اسم الهرم ده نقطه مثيره تانية للانتباه. الهرم ده حاليا بيسموه الهرم الكذاب او البرج. طب زمان كان اسمه ايه؟ في اللغه المصريه القديمه سموه جدي سنيفرو. مش معنى جدي يعني جدي، لا مش معناها كده خالص. معنى جدي سنفرو يعني سنفرو الدائم. دي جد سنفرو اللي هي يعطي الثبات لسنفرو، يعني سنفرو الدائم. وديت كانت نقطة سي. فاضل لنا حاجة تانية بقى بالنسبة لنا. نخش بقى على المدخل بتاع الهرم على طول. المدخل بتاع الهرم هيبتدي بالناحية الشمالية زيه زي كل الأهرامات، وكده الراجل في سلام تام. بعد ما بتخش الهرم هتلاقي نفسك نازل لتحت في ممر هابط، بعدها بشويتين هتلاقي بير. بعد البير ده، البير ده هنتكلم عنه في الحلقه اللي جايه. بعد البير ده هتبص لنفسك بتكمل في الممر، تلاقي غرفتين عاديين، وبعد كده هتلاقي غرفه الدفن الرئيسيه. بعد غرفه الدفن الرئيسيه ما فيهاش تابوت. تبص بقى على السقف بتاعها معمول كانه هرم مدرج بس من جوه طبعا. ولحد كده الحلقه خلصت، وبكره نكمل باذن الله. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناه اذا كرمت، ونكمل بكره.